طبعا احنا امبارح شفنا ماتش الزمالك والمحله واللي انتهى بفوز المحله 2-1 على الزمالك في ماتش نقدر نقول كان عباره عن شوطين غير بعض تماما. يعني الشوط الاولاني كان قمه العك واليأس والاحباط، وفاز فيه المحله 2. نقدر نقول ان الزمالك كان في الشوط الثاني حاجه تانية تماما، شوط مغاير تماما، شوط ما شفناهوش من بدايه الموسم، من قبل تحضيرات الموسم للزمالك كمان. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل نقدر نقول ان كان في مسلسل العك بتاع فيريرا كان انتهى شويه، كانت اللعيبه بدات تلعب في مراكزها. كان في جبهه عندنا ما كناش شايفينها اصلا من بدايه الموسم، اللي هي سيد نيمار وزيزو، وبدانا نشوف اللي في الشمال بيلعب شمال وهكذا. طيب احنا زعلانين ان فيريرا مشي بالطريقه دي ومشي بالشكل ده بعد فوز الكاس والدوري السنه اللي فاتت. بس انا مش حزين قوي على فيريرا لان هو اللي ضيعنا بطريقه لعبه، هو اللي ضيعنا بطريقه الافتكاسات بتاعته. انا مش هقف عند فيريرا كتير علشان ما نقولش ان هو مشي وبنقطع فيه، ولكن انا بتكلم في نقطه. ايه هي النقطه؟ اللي هي لو انا اديت لكم مثل على النادي الاهلي وقلت لك علي معلول يلعب في اليمين ومحمد هاني يلعب في الشمال، فانت هتقول ده انت متخلف. فما بالك ان انت مدرب عالمي وبيعمل نفس التكتيك ده، هياخد معلول يمين ومحمد هاني يوديه شمال، فطبعا انت هتقول عليه ده مش متخلف، ده سكير عربيد. فده النقطة الوحيدة اللي كان اختلاف فيريرا السنة دي، التأليف، قمة التأليف، ان انت بتاخد لاعب مش على عدليته بيلعب في مكان غير مكان. تعالوا بقى نتكلم على الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه. انا عايز اقول لك على معلومة بسيطة يا كابتن أسامة نبيه. انت دلوقتي الساحة بتاعتك، احنا عارفين ان انت ممكن تكون فترة مؤقتة على ما يبقى في مدرب اجنبي جديد. ليه؟ انا مش عارف. يعني هي السنة اصبحت ان انت نادي كبير لازم يبقى مدرب اجنبي عافية، حتى لو مدرب عكاك، زي ناس كتير وردت علينا في الزمالك وكانوا قمة العك. انا عايز اقول لك يا كابتن اسامه، دلوقتي انت مدرب مش صغير، انت عاصرت واحد زي حسن شحاته وعاصرت واحد زي فيريرا. اعتقد ان انت لو اخدت من هنا معلومه على هنا معلومه تقدر ان انت تمشي الامور، وممكن ان انت تعمل انجاز زي اللي عمله خالد جلال لما مسك نادي الزمالك لما كان برضه منهار، وقدر ان هو يفوز على الاسماعيلي ويفوز على الاهلي. كابتن أسامة نبيه، أنا عايز أقول لك بس على حاجة بسيطة. إحنا كجمهور الزمالك إحنا بنفهم كويس جدا، ومش عايزين نروح لنظرية المؤامرة اللي أنا بقول عليها، إن أنت وضحكك مع أمير وناس بتربطه إن هي كانت مؤامرة على إن فيريرا يمشي. لأ، فيريرا اللي مشى نفسه زي ما قلت بالتأليف في تشكيل الزمالك. أنت النهاردة قدامك لعيبة. انا عايز اقول لك على حاجه، ان سيد زيزو مش قاعده ولا نمره ولا فرض علينا كجمهور الزمالك ان لازم يلعب ويبدا الماتش. زيزو مش رونالدو ابو 200 مليون يورو في السنه. زيزو لاعب لازم يجوع لعب، ويجوع لعب مش ان انت تركنه على الدكه لان في افضل منه، لا، يجوع لعب ان انت مش لازم تبدا بيه، ممكن ينزل بديل بالنسبه لزيزو. لان انت واحد زي زيزو في معظم الماتشات انا بشوفه انه بيعطل الناس اللي وراه، وبيضيع حق واحد مثلا ممكن زي المسلوسي، واحد زي سيد نيمار، واحد زي عمر جابر اللي الناس كلها معترضة عليه. مش مشكلة، هو لسه ما ظهرش بالمستوى اللي احنا عايزينه او كنا متعشمين فيه. فانا عايز اقول لك ان انت في بعض اللعيبة لازم تجوع كورة، ولما تجوع كورة هتعرف تاخد منها. نقطة تانية، شيكابالا. شيكابالا مش لازم ان انت برضه شيكابالا يلعب في ماتشات حتى لو جاهز فنيا. على فكره شيكابالا ممكن ينزل 5 دقائق، ممكن ينزل 10 دقائق، لان شيكابالا فعلا في بعض الماتشات اللي كان بينزل فيها فعليا احنا كنا بنلعب ناقصين لاعب. انت مش هتلاقي حد قريب ليك يقول لك الكلمتين دول، ولكن انا هقول لك على حاجه. نقطه ان انت ما تروحش ناحيه النجوم دي اركنها على جنب لو عايز تنجح وعايز تكتب لك تاريخ في نادي الزمالك. العب بالطريقه اللي انت شايفها وامكانيات اللعيبه، وانا متاكد ان انت في عندك جوهره اسمه يوسف اسامه نبيه، برضه لعبه بديل. يوسف اسامه نبيه ما يلعبش من بدايه الماتش، يوسف ينزل اخر نص ساعه زي ما بيحصل، ولو عايز تنزله مع شيكابالا نزله. يعني ايه المانع ان احنا نلعب بتشكيل ونعمل جبهات زي يبقى فتوح في الشمال ويبقى قدام مصطفى شلبي، ما فيش مشكله،
وفي اليمين يبقى عمر جابر وقدامه المسلوسي مفيش مشكله، يبقى قدامه نيمار والمسلوسي مفيش مشكله. وتيجي في الشوط الثاني نزل يوسف اسامه نبيه وشيكابالا وزيزو عادي جدا. ومش انت مش بتحرف في القرآن ولا حاجة، انت بتلعب بطريقة لعب تنفع مع لعيبة الزمالك في الفترة دي. حاول ان انت تشوف حل في سامسون، يا اما ينفع يا اما طلعوه اعارة. احنا لسه فاضل لنا اقل من 5 ايام. اتصرفوا، لان اللي احنا بنشوفه الصفقات الفشينك اللي بيعملها نادي الزمالك لا في بصاصين ولا في ناس بتفهم كورة تقدر ان هي تقول ان في بعض اللعيبه، يعني واحد زي مصطفى شلبي كان من البدايه من اول ما شفتوه مع انبي ان انتوا شايفين انا واحد لاعب ضعيف ما يفرقش كتير عن محمد عنتر. محمد عنتر اللي كان عندنا نفس الضعف ونفس الامكانيات ونفس طريقه اللعب، وهو احنا ليه ما نفكرش في احمد رفعت؟ انا قاري خبر من شويه ان احمد رفعت خلاص خلصت الاعاره بتاعته، والنادي اللي هو كان فيه بره مش عايزه. احنا ليه ما نجيبش احمد رفعت ابننا؟ واحسن من يلعب شمال على مصطفى شلبي 50 مره. ايه المشكله نجيب رفعت؟ ايه المشكله ان احنا كنا نجيب تاني مروان حمدي؟ ايه المشكله؟ مهما كان افضل مليون مره من سامسونج. كابتن اسامه نبيه قدامك الفرصه، ما تسمعش المرتضى منصور، ما تخافش من مرتضى منصور. التليفونات اللي هتبقى بينه الشوطين دي ونزل فلان ولاعب فلان وانت ما لعبتش فلان ليه وانت هتلعب فلان امتى، ما تسمعش لحد. اشتغل الشيء اللي انت شايفه صح ولمصلحه نادي الزمالك، واحنا مستنيين منك كتير. واعتقد ان صفحه فيريرا خلاص احنا قفلناها بالعك اللي شفناه من اول الموسم. يا ترى يا كابتن اسامه انت فعلا هتدينا الفرصه نشوف مدير فني محترم، ولا هتبقى زيك زي محمد صلاح لما بيجيبوا مرتضى ويمشيه ويجيبه ويمشيه؟